عند مصطفى عشان خاطري يباتوا النهارده عند مصطفى ما يتمرمطوش. عيالي مش هتتمرمط يا من عيلة الشاب. اخواتك هيتمرمطوا عند اللولو. اسكتي خالص. حسبي الله ونعم الوكيل. يا احمد حسبي الله ونعم الوكيل. بص يابا، انا مواطن مصري مؤهل عالي، من مؤهل عالي، بنتي الثالثه في ثانويه عامه، بكره ممكن تبقى سفيره او وزيره. ماشي، طلع ظابط ملوش لازمه، اداني الامان وقال لي انت كده 100 100. انا لو فلسطيني الاسرائيليين مش هيعملوا فيا كده. دي استوطنه بتوع الاثار، ارض ملك المحافظه، قال لك ان ملكي، ما طلعش سند رسمي واحد. ماشي، الباشا مأمور المركز ماشي قال لي انا معايا كل الورق. بتاع المحافظه قال انا ما اعرفش. بتاع المحافظه قال انا ما اعرفش. بتاع املاك المحافظه قال ما اعرفش. انا مواطن مصري من ارض مصر. انا لو فلسطيني مش هيتعمل فيا المناظر دي كلها. والله اليهود الاسرائيليين ما يعملوا فيا كده زي ما المصريين، زي ما الجيش والشرطه المصريه دول عملوا فينا كده. دي مناظر مصريه. دي بنت، 2 3 بنود، 3 بنات بنود، 4 بنود يباتوا في الطل عشان سعادته يبات على المخده مرتاح. ماشي، بقول له هتنام وانت مرتاح بالطريقه ديت؟ قال لي ان شاء الله هنام. ماشي، انا المواطن بقى، انا اللي عايش فيه مش في بلدي. انا غريب وانا عايش في البلد دي. انا غريب في بلدي فعلا. انا عايش غريب في بلدي. عايز مسؤول من اي مسؤولين الدوله يقول لي فين حقي. انا عايز مسؤول. قعدت بناء عن قرارات شؤون قانونيه، بناء عن كشف مشتملات مسجل في الشهر العقاري، قعدت بناء عن اعتراف رسمي من المحافظه، من محافظه العار ومن املاك العار اللي قالوا لنا الدوله نصبت عليكم. موظف الدوله رفعت رستم قال لي انا الدوله نصبت عليك،